احنا مش بتوع حداد، وقالوا ايه علينا دول وقالوا ايه. دي الاغاني الشهيره اللي اتقالت في الكتيبه 103 في مسلسل الاختيار، ان احنا مش بتوع حداد، وان احنا يعني قالوا ايه علينا ايه. نتكلم يا سيدات الساده عن القدوه، عن احمد منسي، يعني ذلك الشهيد الفذ الذي ولد في هنا في منيا القمح في قريه بني قريش في الرابع من اكتوبر سنه 78، واستشهد في السابع من يوليو سنه 2017 في كمين البرس اللي حضراتكم مشهورين تتذكروه او شاهدتوه في اكثر من حدث. احمد منسي الاسطوره او واحد من الاساطير المصريه الفذه الذي استشهد في الاحداث الشهيره لمكافحه الارهاب في شمال سيناء في سنه 2017. ولما بنتكلم عن واحد بقدره احمد منسي توفي عن عمر 38 سنه، احنا بنتكلم عن ضابط مصري في قوات الصاعقه والقوات الخاصه، واللي التحق بها في الكتيبه الاولى او الدفعه الاولى تحديدا، اللي هي بيطلق عليها القوات السيل او الثلاث تسعات. وكان ده كان سنه 2001. وبعد كده لما راح في الولايات المتحده الامريكيه التحق بدوره مماثله، ودي كانت سنه 2006. في 2013 يعني احمد منسي عليه رحمه الله التحق او اخذ ماجستير العلوم العسكريه في كليه القاده والاركان. ولما يعني كان يعني التحق في قوات انفاذ القانون في شمال سيناء، ويعني كان له العديد من الصولات والجولات في ذلك. احمد منسي يعني شخصيه فذه، يعني كما قلت حضراتكم اسمه احمد صابر محمد علي منسي، المولود في منيا القمح في قريه بني قريش. ويعني العديد من الاحداث التي مر بها احمد منسي، كان بيكتب الشعر، كان محبوب لدى زملائه، كان لديه من القدره على القياده، وده قليلا ما يعني يتواجد عند البعض ان يجمع بين القياده الفذه وحب زملائه في الكتيبه 113. هو تحديدا كان خلف يعني الشهيد رامي حسنين. ولما بنتكلم عن احمد منسي واحنا موجودين، وهو يعني موجود في الخلفيه ويحمل على ذراعه الصقر، فهو واحد من الصقور المصريه الشهيره. ايها السادات والساده، احمد منسي كقدوه للشباب يحتاج الى ان ناخذ منه العبره في التضحيه والفداء من اجل رفعه هذا الوطن. يعني احمد منسي ترك ولدين وبنت، يعني نتمنى لهم يعني كل التوفيق وان ينهجوا نهج والدهم. لكن احنا لما بنتكلم عن وصيه احمد منسي بنتكلم على شخصيه تمنت او حسبما قالت زوجته بانه تمنى بان يموت شهيدا، وكذلك بان يدفن في ملابسه العسكريه، والا يغسل والا يكفن، وان يدفن بملابسه العسكريه. دي كانت وصيه احمد منسي، اللي احنا بنتكلم على واحد من القدوه اللي احنا يعني بنحتاج ان ناخذ منهم العبره. احمد منسي شارك في العديد من المناورات، يعني كان ملحق عسكري في المكتب الاداري لنا في باكستان، مكتب الدفاع لنا في باكستان. وكمان كان احمد منسي عليه رحمه الله كان اشترك في مناورات عديده، سواء كانت في المانيا او البحرين او غيرها، اضافه الى يعني تواجده في قياده الكتيبه 103 في يعني منطقه العريش في شمال سيناء في وسط احداث ملتهبه. يعني قدر له ان يكون شهيدا وان تخلد ذكراه في العديد من الاعمال الدراميه. لكن اهم من ذلك بانه يعني طلب الشهاده ونالها حبا وفداء للوطن. ايها السادات والساده، لما نكون متواجدين مع حضراتكم في قلب ميدان احمد منسي في منيا القمح، وبنتواجد مع حضراتكم وبنعرض لحضراتكم الصوره المتواجده امامنا، احنا بنقول لحضراتكم ان احنا مش بتوع حداد، احنا مش بتوع حداد. هذا هو الاجمل يا سيدات والساده، دمتم بخير. هناك الكثير من النماذج والقدوه التي يحتاج الشباب ان يتعرف عليها لتكون له معينا وسط الغث، وسط ما يطلقون عليهم نجوم ونجوم ونجوم. لكن هؤلاء او هذا هو النجم، هؤلاء هم القدوه الذين نحتاج الى ان نتعرف على سيرهم واحداثهم وتضحياتهم فداء لهذا الوطن. يا سيدات والساده، الشباب يحتاج الى ان يعرف الكثير من الابطال، وكثيرون هم في عمر الوطن، واحمد منسي واحدا منهم. وبنأكد لحضراتكم ان احنا مش بتوع حداد. شكرا لك.